طلاب تانية ثانوي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هيكون معانا أقوى وأخطر كورس تأسيسي هيعدي عليك في منهج الكيمياء. الكورس ده ينفع لطالب تانية ثانوي وطالب تالتة ثانوي. ازاي يا مستر كورس تأسيسي لطالب تانية ولطالب تالتة؟ الكورس ده يا حبيبي هو كورس أساسيات لمنهج الكيمياء مهما كان المنهج اللي انت هتدرسه. دي أساسيات الكيمياء، دي ألف ب الكيمياء. فبالتالي لو انت طالب داخل تانية ثانوي انت محتاج الأساسيات دي، ولو انت طالب داخل تالتة ثانوي انت برضو محتاج الأساسيات اللي انا بكلمك عنها. دي الأساسيات اللي المفروض تكون موجودة عندك عشان لما نبني منهج الكيمياء مع بعض أثناء السنة الدراسية سواء تانية ثانوي أو تالتة ثانوي تقدر تطلع معايا، نقدر نبني مع بعض. مش أنا أكون ببني فوق وأنت قاعد تحت في الأساسات مش فاهم أي حاجة. أساسيات المبنى مضروبة، فكل اللي هنبنيه هيقع على دماغك في الامتحان. احنا مش عايزين ده. احنا مش عايزين نوصل للكلمة اللي كل طلاب الكيمياء بيعانوا منها كل شوية. مستر انا بفهم الشرح كويس جدا جدا جدا، ويصر على كلمة جدا، ومرة واحدة يقول لك بس انا ما بعرفش احل حاجة، انا بحل اسئلة بجيب درجات زي الزفت. مستر انا امتحنت امتحان فيه 50 سؤال انا جايب 5 من 50، ايه الدرجات دي؟ ده انا اروح فيكم في داهية، ده انا مذاكر. مذاكر ايه يا حبيبي؟ نمسك بقى الاسئله، نشوف الحل، نشوف الاسئله اللي غلط فيها الطالب، نلاقي الغلطات ملهاش علاقه بالمنهج نفسه. العلاقه بتكون ما بين الغلطه نفسها وما بين حاجه قديمه في الاساسيات الصغيره اللي ما بين السطور، هي دي اللي وقعتك في السؤال بتاعك. فالنهارده جايين نحل المشكله ونبدا من اول لحظه كورس تاسيسي كامل في منهج الكيمياء لكل الطلاب على مستوى الجمهوريه. نركز مع بعض ونبدا مع بعض. يلا بينا نبدا كورس او اول معلومه النهارده هنبدا مع بعض بتعريف علم الكيمياء. مستر تعريف علم الكيمياء بيقول ايه؟ يعني علم الكيمياء ده العلم اللي المفروض يدرس لي ايه؟ يشرح لي ايه؟ علم الكيمياء يا حبيبي هو العلم الذي يهتم بدراسة المادة وخواصها وتفاعلاتها. برافو عليك. هو العلم الذي يهتم بدراسة المادة وخواص المادة وتفاعلات المادة. بس أنا قبل ما أشرح الكلام ده أنا هركز على الكلمة دي. هو العلم الذي يهتم بدراسة إيه؟ بدراسة المادة. أنا عايز أعرف تركيب المادة ومما تتكون وتعريف المادة. المادة عندنا من أيام مراحل الإعدادي عندك، المادة هي أي حاجة لها كتلة ولها حجم، بس كده. يبقى كلمة المادة دي التعريف بتاعها أي حاجة لها كتلة ولها حجم. أي حاجة ليها كتلة وليها حجم بنقول عليها مادة. طب مما تتكون المادة؟ تعال نشوف مع بعض التركيب والتكوين لمعنى كلمة المادة. المادة تتكون من جزيئات، والجزيئات تتكون من ذرات. هو ده تركيب المادة. المادة تتكون من جزيئات، والجزيء هو عبارة عن ذرتين أو أكثر من ذرتين. يبقى المادة مكونة من نقط، المادة مكونة من جزيئات، والجزيئات مكونة من نقط. أي جزيء مكون من ذرتين أو أكثر من ذرتين. تعالى نمسك كده كل كلمة فيهم ونشرحها بالتفصيل. أنا عايز أفهم معنى كلمة جزيئات. الجزيء مكون من ذرتين أو أكثر. الجزيء يوجد منه أنواع. تعالى بقى مع بعض نشوف أنواع الجزيء. الجزيء في منه جزيء عنصر أو بيسموه جزيء ذرة، وفي جزيء تاني اسمه جزيء مركب. يعني ايه جزيء عنصر؟ وامتى اقول على الجزيء اللي قدامي جزيء عنصر؟ امتى اقول عليه جزيء مركب؟ جزيء العنصر هو الجزيء المكون من ذرتين شبه بعض، زي الاكسجين، زي الهيدروجين، زي الكلور. لو لقيت الجزيء بتاعك مكون من ذرتين متشابهتين قول لي على طول انه ده مركب او جزيء عنصر. قول لي ده جزيء عنصر.
طب جزيء المركب هو الجزيء المكون من ذرات متشابهة مختلفة، هنا مختلفة قصدي، زي جزيء المية. جزيء المية مكون من ايه؟ من ذرات الهيدروجين وذرات الأكسجين. مكون فيه النشادر من اتحاد ذرات النيتروجين وذرات الهيدروجين. يبقى ذرات مختلفة اسمها جزيء مركب، ذرات متشابهة اسمها جزيء عنصر. يبقى المادة مكونة من جزيئات، والجزيئات أنواع، جزيء عنصر لو كانت الذرات متشابهة، جزيء مركب لو كانت الذرات مختلفة. ركز يا حبيبي، قرب تعال، خد تعالى، ما تسرحش، احنا في أساسيات الكيمياء، من غيرها هنضيع أو مش هنضيع، أنت اللي هتضيع وأنا مش عايزك تضيع. ركز بقى معايا. طب تعالى نمسك بقى الكلمة دي ونفهم معناها. الجزيء مكون من ذرتين أو أكثر من ذرتين. لو كان الذرات متشابهة جزيء عنصر، لو كان الذرات مختلفة اسمها جزيء مركب. اركن دي على جنب وتعالى نشوف مع بعض معنى كلمة ذرة. تعالى بينا نبدأ مع بعض ونشوف تركيب الذرة. خلاص وصلنا عند ان المادة مكونة من جزيئات، والجزيئات عبارة عن ذرتين او اكثر من ذرتين. تعالى نفهم مع بعض تركيب الذرة، نرجع بالزمن ونوصل لحد تركيب الذرة. تركيب الذرة عبارة عن رقم 1 النواة، رقم 2 الذرة تحتوي على الإلكترونات. تعالى بقى يا حبيبي نمسك كل كلمة فيهم نفرمها مع بعض ونفصصها مع بعض. تعال نشوف كلمة النواة معناها ايه. النواة عبارة عن جزء صغير، حاجة صغيرة جدا موجودة داخل الذرة. يقع فين؟ يقع في منتصف الذرة، يقع في مركز الذرة. يبقى النواة عبارة عن جزء صغير موجود في منتصف الذرة. ماشي. ايه كمان تاني؟ النواة موجبة الشحنة. فالسؤال يا ترى ايه اللي هيخلي النواة تبقى موجبة؟ ده سؤال. ليه النواة موجبة الشحنة؟ اكيد عشان مكونات النواة موجبة الشحنة. تقول لي طب وايه هي مكونات النواة؟ اقول لك تعالى لي. النواة تحتوي على حاجتين. النواة تحتوي على رقم 1 بروتونات، والبروتونات موجبة الشحنة. النواة تحتوي على نيترونات، بس النيترونات مش موجبة ومش سالبة، النيترونات متعادلة الشحنة. يبقى ارجع كده بالزمن. المادة مكونة من جزيئات، الجزيئات مكونة من ذرات. لو الجزيئات مكونة من ذرات متشابهة اسمها جزيء عنصر. لو الجزيئات مكونة من ذرات مختلفة اسمها جزيء مركب. طب تركيب الذرة، الذرة تحتوي على نواة، النواة تحتوي على بروتونات ونيترونات. البروتونات موجبة، علشان كده النواة نفسها بتكون موجبة الشحنة. يبقى ده معنى كلمة النواة. طب تعالوا نشوف من الشكل تخيلي كده. ادي الذرة كده وفيها في المركز نواة، والنواة شحنتها موجبة. ادي معنى كلمة مركز الذرة. نروح الناحية التانية ونكمل مع بعض. الإلكترونات عبارة عن إيه؟ الإلكترونات هي جسيمات سالبة الشحنة. الجسيمات اللي قدامك سالبة الشحنة تدور حول النواة. هي إلكترونات تدور حول النواة في مستويات الطاقة. ركز على الكلمة دي عشان الكلمة دي مهمة جدا. في مستويات الطاقة. ومستويات الطاقة عندي منها كام نوع؟ عندي منها 2. سمعك يا اللي بتقول 7 يا غبي. مستويات الطاقة نوعين. أول نوع منهم مستويات الطاقة الرئيسية. تاني نوع هي مستويات الطاقة الفرعية. مستويات الطاقة الرئيسية عددهم 7: K L M N O B Q. مستويات الطاقة الفرعية 4: S B D F.
يبقى الالكترونات تدور حول النواه في مستويات الطاقه. طب يا مستر كلمه مستويات الطاقه دي ليها كام نوع؟ عندنا مستويات الطاقه في الكيمياء في منها رئيسيه في منها فرعيه. الرئيسيه عددهم 7 K L M N O P Q، الفرعيه عددهم 4 S P D F. ماشي، تعال نكمل شغلنا. الإلكترونات تدور حول النواة في مستويات الطاقة، والإلكترونات شحنات سالبة. تعال نفهم النقطة اللي جاية. الإلكترونات تدور حول النواة، ماشي، ولما بتدور حول النواة بتدور حول النواة تحت تأثير قوتين. مين هما القوتين دول؟ رقم 1 قوة جذب النواة. يعني ايه يا مستر قوة جذب النواة؟ النواة دي موجبة الشحنة، الإلكترون ده سالب الشحنة، وأنا عندي معلومة قديمة بتقول الشحنات المختلفة تتجاذب. الشحنات المختلفة تتجاذب، والنواة موجبة والإلكترونات سالبة. يبقى عندي قوة بتشد الإلكترون ناحية النواة اسمها قوة جذب النواة. طيب تمام، فين بقى القوة التانية؟ القوة التانية اسمها قوة الطرد المركزي. قوة الطرد المركزي بقى بتشد الإلكترون أو بتزق الإلكترون لبره. عندي قوتين بيأثروا على الإلكترون، قوة بتشد الإلكترون ناحية النواة، وقوة تانية بتزق الإلكترون بره النواة أو بره الذرة ناحية النواة شوية، وقوة بتزقه بعيد عن النواة، قوة اسمها قوة الطرد المركزي. القوة اللي بتشد النواة اللي اسمها قوة جذب النواة تساوي قوة الطرد المركزي، فالمحصلة مفيش. الإلكترونات لا تتأثر لأنها تحت تأثير قوتين، والقوتين قد بعض بالظبط، كأنك بالظبط واقف في المكان ده وفي واحد منكم بيشدني ناحية اليمين وواحد تاني بيشدني ناحية الشمال، وانتوا الاتنين قوتكم قد بعض بالظبط. المحصلة ولا هروح ناحية اليمين ولا هروح ناحية الشمال علشان القوتين قد بعض. فدي اسمها قوة جذب النواة، وقوة تانية اسمها قوة الطرد المركزي. طب السؤال اللي بعده، قوة الطرد المركزي دي بتنشأ ازاي؟ طب الموجب مع السالب هو اللي عمل قوة الجذب. طب قوة الطرد المركزي دي قوة تنشأ عن سرعة الدوران. سرعة دوران الإلكترونات حول النواة هو ده اللي بينشأ عنه قوة اسمها قوة الطرد المركزي. يبقى أنا كده الذرة عبارة عن نواة، النواة هي جزء صغير يقع في مركز الذرة موجب الشحنة عشان فيها بروتونات موجبة ونيترونات متعادلة. الإلكترونات جسيمات سالبة الشحنة تدور حول النواة في مستويات الطاقة، في منها رئيسية وفي منها فرعية. الإلكترونات تدور حول النواة تحت تأثير قوتين، موجب مع سالب بيعمل قوة جذب، وسرعة الدوران بتعمل قوة اسمها قوة الطرد المركزي. الاتنين قد بعض، إذا المحصلة في الآخر مش هيقرب من النواة الإلكترون يعني، ومش هيخرج بره الذرة. يبقى ده كده تأثير القوتين اللي أنا قلت لك عليهم. تمام، حلو قوي قوي قوي. فهمنا المادة وتركيب المادة، إن المادة مكونة من جزيئات، والجزيئات مكونة من ذرات، والذرة عبارة عن نواة وعن إلكترونات، وهنعيد تاني إن شاء الله حتى للصبح بس تفهم. تعال كده نكمل مع بعض حاجة كمان. انتهينا من تركيب المادة والجزيئات والذرة. حلو قوي قوي قوي، برافو عليك، أسقف لك. ركز بقى معايا في اللي جاي. النقطة اللي جاية، كان عندك أيام إعدادي كده حاجة اسمها الجدول الدوري وفئات الجدول الدوري وأنواع الجدول الدوري وحاجات كتير. أنا عايز أركز على كام نقطة. العلماء قسموا العناصر في الجدول الدوري إلى 4 حاجات. أول واحد منهم اسمها الفلزات، رقم 2 اسمها اللافلزات، ورقم 3 اسمها أشباه الفلزات، أشباه الفلزات، ورقم 4 اسمها الغازات الخاملة. تم تقسيم العناصر على إيد عالم اسمه بيرزيليوس إلى فلزات ولا فلزات.
عايزين نفهم كلمة فلزات ولا فلزات دي مع بعض. ماشي. أعرف إزاي العنصر اللي قدامي فلز أو لا فلز؟ الفلزات أو الفلز هي عبارة عن عناصر يمتلئ غلاف تكافؤها بأقل من نصف سعته بالإلكترونات. نمسك التعريف ونفسره. يعني ايه مستر غلاف التكافؤ؟ كلمة غلاف التكافؤ دي يعني آخر مستوى طاقة رئيسي إيدك بتوزعه أو بترسمه. يعني ايه أقل من نصف سعته؟ مستوى الطاقة الرئيسي الأخير بيتسع ل8 إلكترونات، نصف السعة 4، يعني أقل من 4، 1 أو 2 أو 3. طب زي مين مثلا؟ زي الصوديوم 11. وزع كده الصوديوم 11، 2 8 1. بص غلاف التكافؤ فيه كام إلكترون؟ 1، أقل من 4. زي المغنيسيوم 12، 2 8 2. زي الألمنيوم 13، 2 8 3. كل دي عناصر مستوى الطاقة الرئيسي الأخير فيها يحتوي على أقل من نصف سعته، يعني إلكترون أو 2 أو 3. يبقى ده معنى كلمة فلزات. طبعا مش محتاج أقول لك نقطة قديمة، الفلزات تتميز باللمعان والبريق، تتميز بتوصيل الكهرباء وتوصيل الحرارة، الطرق والسحب. طب إيه كمان تاني؟ الفلزات هي عناصر تميل إلى فقد الإلكترونات، ولما بتفقد إلكترونات تتحول إلى أيون موجب. خلي بالك إن الأيون الموجب ده ليه اسم تاني عندنا. مين هو الأيون الموجب؟ كاتايون. الأيون الموجب اسمه كاتايون. كاتيون، نقول كاتيون ماشي عشان عارفه انك حافظها باسم كاتيون، خليني بطريقتك. الايون الموجب هو الكاتيون، الايونات الموجبه تسمى كاتيونات. يبقى ده معنى كلمه ايون موجب. تعال بقى نروح الناحيه الثانيه في اللافلزات، هتلاقي العكس. اللافلزات هي عناصر يمتلئ غلاف تكافؤها باكثر من نصف سعته بالإلكترونات. يعني إيه يمتلئ بأكثر من نصف سعته؟ القهوة جت في ميعادها. بص تحفة، هات حضن. بصوا الجندي الخفي يعني حبيبي، لقيني مش قادر اشرح فقال لي اجيب لك قهوه. هو اللي اتبرع وقال لي اجيب لك قهوه عشان تشرح للطلبه. الطلبه يعني من حقها. نركز مع بعض، سيب كل الكلام ده في الفيديو، محدش يمسح حاجه، عادي احنا عايشين وبنشرب قهوه وشاي ونعمل كل حاجه واحنا بنصور لك عادي. احنا بس ناقصنا انت دلوقتي. انا بقى بصور في مكان مجهول مفيش طلبه، فانا بحاول اتخيل ان في طالب قدامي عشان الاجواء بس. ماشي، تعال نشوف اللافلزات مع بعض. ركز معايا، زي ما بشرب قهوه، عايز تقوم اعمل قهوه قوم اعمل قهوه، بس ترجع تاني اسمع الكورس ده بالحرف بالكلمه واعمل اللي انت عايزه. الكورس ده لمصلحتك جدا جدا جدا. دي اساسيات وبديهيات في الكيمياء، من غيرها هتشرح ايه؟ هشرح لك ايه بعد كده؟ دي الف ب اللي ابني عليها. هي عناصر يمتلئ غلاف تكافؤها باكثر من نصف سعته. طبعا احنا اتفقنا غلاف التكافؤ ده اخر مستوى طاقه رئيسي، والسعه اللي هي 8 الكترونات. اكتر من النص يعني اكتر من 4. زي النيتروجين 7 بنوزعه 2 5. زي الاكسجين 8 بنوزعه 2 6. زي الفلور 9 بنوزعه 2 7. عندي 5 إلكترونات أو 6 أو 7، يبقى دي اسمها اللافلزات. سوري. اللافلزات كمان تميل إلى اكتساب الإلكترونات، ولما تكتسب الإلكترونات تتحول إلى أيون سالب. الأيون السالب بقى اسمه إيه؟ اسمه أنيون. يبقى الايون الموجب اسمه كاتيون، الايون السالب اسمه انيون. ماشي، حلو قوي يا مستر، انا تمام فهمتك. خليك معايا، ركز معايا. فهمتك. الايون الموجب والايون السالب كاتيونات وانيونات. الفلزات تميل للفقد، اللافلزات تميل الى
الاكتساب. طبعا دي لمعان وبريق، ما فيش هنا لمعان وبريق، هنا توصيل جيد، هنا توصيل رديء، وهكذا. تعال بقى نشوف مع بعض أشباه الفلزات. أشباه الفلزات، مين هم أشباه الفلزات؟ هم 6 عناصر. حالة وسط، حالة وسط في كل حالة وسط في التوصيل الكهرباء، حالة وسط في توصيل الحرارة، حالة وسط في اللمعان والبريق، وكل حالة وسط بين الفلزات واللافلزات. فأشباه الفلزات هم مين؟ هم 6 عناصر. زي ما قلنا 6 أشباه فلزات. هنحفظ مع بعض ال6 أشباه فلزات. ورقم 1 عنصر البورون. عنصر البورون من أشهر أشباه الفلزات. بعد عنصر البورون هنلاقي عنصر السيليكون. يبقى عنصر البورون وعنصر السيليكون. عنصر البورون وعنصر السيليكون وعنصر الزرنيخ. عنصر البورون والسيليكون والزرنيخ والأنتيمون. عنصر البورون، عنصر السيليكون، عنصر الزرنيخ، عنصر الأنتيمون. في بعد كده عنصر الجرمانيوم. وأخيرا عنصر التليريوم. يبقى كده أنا عندي 6 عناصر اسمهم أشباه الفلزات في الجدول الدوري، عرفتهم: البورون، السيليكون، الزرنيخ، الأنتيمون، الجرمانيوم، التليريوم. يبقى كده كام عنصر؟ 6 عناصر اسمهم أشباه الفلزات. نيجي دلوقتي عند الغازات الخاملة. الغازات الخاملة هي الغازات التي لا تتفاعل مع نفسها أو مع غيرها، قاعدة في حالها، ولا بتهش ولا بتنش، ولا في تفاعل ولا ولا مع نفسها ولا مع غيرها. يلا بينا نكمل. مين هم الغازات الخاملة؟ يلا لو جدع قولهم قبل أنا ما أقول. رقم 1 أول غاز خامل هو الهيليوم. الهيليوم عدده الذري 2. بعد الهيليوم في عنصر النيون. عنصر النيون عدده الذري 10. بعد النيون في عنصر أرجون. الأرجون عدده الذري 18. بعد الأرجون في الكريبتون. عنصر الكريبتون عدده الذري 36. بعد الكريبتون في عنصر الزينون عدده الذري 54. وأخيرا الرادون 86. عندي كام غاز خامل؟ 6: هيليوم، نيون، أرجون، كريبتون، زينون، رادون. هيليوم، نيون، أرجون، كريبتون، زينون، رادون. الهيليوم عدده الذري 2، النيون عدده الذري 10، الأرجون 18، الكريبتون 36، الزينون 54، الرادون 86. دول اسمهم الغازات الخاملة. غازات خاملة لا تتفاعل ولا مع نفسها ولا مع غيرها، وتتميز بامتلاء جميع مستوياتها الرئيسية بالإلكترونات. مستوى الطاقة الرئيسي ممتلئ زي النيون 10. وزع كده النيون 10 2 8. قلت ليه؟ 2 8. يعني مستوى الطاقة الرئيسي غلاف التكافؤ مكتمل بالإلكترونات. علشان كده هي عناصر لا تميل للفقد، لا تميل للاكتساب، عكس الفلزات واللافلزات. الفلزات تميل للفقد، اللافلزات تميل للاكتساب. الغازات الخاملة لا تميل للفقد، لا تميل للاكتساب. برافو عليك، شاطر. تعال نكمل مع بعض باقي الأجزاء. كده قفلنا حاجتين: تركيب المادة. المادة مكونة من جزيئات، والجزيئات مكونة من ذرات، والذرة عبارة عن نواة، والنواة يدور حولها إلكترونات تحت تأثير قوتين: قوة جذب النواة وقوة الطرد المركزي. برافو. بعدها اتكلمنا عن تقسيم العناصر إلى فلزات ولافلزات وأشباه فلزات وغازات خاملة. الغازات الخاملة عددهم 6: هيليوم، نيون، أرجون، كريبتون، زينون، رادون. تعال نشوف مع بعض أنواع التفاعلات. أنواع التفاعلات اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة: رقم 1 تفاعل اسمه اتحاد مباشر. تاني تفاعل عندنا اسمه
إحلال بسيط. ثالث تفاعل اسمه إحلال مزدوج. رقم 4 انحلال حراري. ورقم 5 تفاعلات الأكسدة والاختزال. تعالوا نشوف مع بعض أول نوع من أنواع التفاعلات اللي اسمه اتحاد مباشر. عبارة عن إيه؟ مادتين هيتحدوا مع بعض لتكوين مادة جديدة. زي مين يا مستر؟ زي مثلا الهيدروجين هيتحد مع الأكسجين لتكوين جزيء المية. يبقى كده حصل اتحاد ما بين مادتين، مادة اسمها الهيدروجين اتحدت مع مادة الأكسجين لتكوين مركب جديد اسمه المية. ده كده اسمه بالنسبة لي اتحاد مباشر. رقم 2 إحلال بسيط، أن يحل عنصر أكثر نشاطاً محل عنصر أقل نشاطاً ويطرده. زي مثلا تفاعل الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك. إيه اللي بيحصل؟ الصوديوم أكثر نشاطاً من الهيدروجين فيطرد الهيدروجين ويحل محله، ويتصاعد الهيدروجين على هيئة غاز يشتعل بفرقعة. فكنا بنقول على ده اسمه إحلال بسيط، أن يحل عنصر محل عنصر، عنصر أكثر نشاطاً يطرد عنصر أقل نشاطاً ويحل محله، يسمى إحلال بسيط. طب الإحلال المزدوج تبادل الأيونات زي ما بيحصل في تفاعل التعادل بين الحمض والقاعدة. زي مثلا التفاعل ده، الصودا الكاوية مادة قلوية تتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك. كان بيحصل ايه؟ الصوديوم ياخد الكلور ويعمل كلوريد الصوديوم، والهيدروجين يتحد بالهيدروكسيد ويعمل المية. ده اسمه تبادل أيونات. يعني ايه؟ يعني إحلال مزدوج. الانحلال الحراري، عندي مركب بستخدم الحرارة عشان أفككه، يتفكك بالحرارة إلى مركبات أخف، إلى مركبات أصغر. زي مين؟ زي كربونات الكالسيوم بالحرارة تتحول إلى أكسيد الكالسيوم وثاني أكسيد الكربون باستخدام مين؟ الحرارة. يبقى أنا استخدمت الحرارة عشان أحول المركب إلى مركبات أصغر وأخف. طبعا كلمة أكسدة واختزال دي هنشرحها بالتفصيل في المنهج نفسه، عشان الحتة دي مهمة، فعايزين نتك عليها وهنخلي التراكمي بتاعها في أثناء الشرح نفسه، أثناء المنهج بتاعنا. طب فاضل إيه كمان تاني معانا؟ فاضل نقطة مهمة جدا 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 رغم تفاهتها ولكنها فيصلية في الكيمياء. اللي هي إيه؟ مستر أنا غلطت في كتابة المعادلة، أنا مش عارف أكتب معادلة، مش عارف أوزن معادلة، أنا مش عارف أحل مسألة، أنا مش عارف أعمل حاجات كتير جدا. نيجي نبص على الغلطات نلاقي الطالب ما بيعرفش يكتب مركب. يا ليلة سودة، يا ليلة سودة، مش عارف تكتب مركب. يعني انت مش عارف تكتب مركب وزعلان علشان مش عارف تكتب معادلة؟ ده انت بجح بجاحة يا اخي، ده انت بجح بجاحة. ده انت المركب مش عارف تكتبه، عايز تكتب معادلة. انت ايه؟ انا عملت ليه قلب؟ انا عملت قلب. بص، عايز تكتب معادلة، ما ينفعش تكتب معادلة يا حبيبي. عايز مش عارف تكتب مركب وعايز تكتب معادلة وعايز توزنها؟ ده انت بجح. تعالى نتكلم في كتابة المعادلات. عشان اكتب مركب لازم اكون عارف العناصر وتكافؤاتها. العناصر في منها عناصر احادية التكافؤ، في منها عناصر تانية اسمها عناصر ثنائية التكافؤ، وفي عناصر اسمها عناصر ثلاثية التكافؤ. زي مين؟ احادية التكافؤ زي الصوديوم، ده اسمه الصوديوم عنصر احادي التكافؤ. زي البوتاسيوم أحادي التكافؤ. زي الكلور أحادي التكافؤ. دي عناصر أحادية التكافؤ. طب ثنائية التكافؤ زي مين؟ زي الكالسيوم. الكالسيوم هي عناصر ثنائية التكافؤ. المغنيسيوم هي عناصر ثنائية التكافؤ. ماشي. زي مثلا ثلاثية التكافؤ الألمنيوم من العناصر ثلاثية التكافؤ.
سامعك يلي بتقول حديد. الحديد مش ثلاثي، الحديد مرة ثنائي مرة ثلاثي. الحديد فيه ثنائي وفيه ثلاثي، ما ينفعش. أنا هنا بتكلم على الثلاثي، ألمونيوم. الحديد ثنائي وثلاثي، حديدوز وحديديك. ركز. ماشي يا مستر، عرفت العناصر وركزت عليها وحفظت العناصر الأحادية والثنائية والثلاثية. اوعى تنسى المجموعات الذرية. المجموعات الذرية في منها أحادي، في منها ثنائي، في منها ثلاثي. المجموعات الأحادية زي النترات، زي النيتريت، زي البيكربونات HCO3. المجموعات الثنائية زي الكبريتات، مجموعة ذرية ثنائية التكافؤ. زي الكربونات، مجموعة ذرية ثنائية التكافؤ. المجموعات الذرية الثلاثية زي مجموعة الفوسفات BO4، مجموعة ذرية تسمى الفوسفات. يبقى أنا عندي مجموعات ذرية أحادية ثنائية ثلاثية، زي ما عندي عناصر أحادية ثنائية وثلاثية. إزاي بقى نستخدم ده في كتابة المركب؟ تعال نجرب مع بعض الطريقة القديمة بتاعت ده، بنبدل التكافؤات. تعال نجرب مع بعض في مركب اسمه كلوريد ألمونيوم. كلوريد الألمونيوم نبدأ كتابته. آدي رمز الألمونيوم وادي رمز الكلور. بص الألمونيوم عنصر ثلاثي، بص الألمونيوم عنصر ثلاثي. الكلور عنصر أحادي. تعال نبدل التكافؤات. الألمونيوم ثلاثي، لا أكتب الثلاثة عند الكلور، ما أنا ببدل التكافؤات. الكلور أحادي، أكتب الواحد عند الألمونيوم. تعال نجمع الألمونيوم واحدة، الواحد لا يكتب، الكلور Cl3. يبقى المركب ده اسمه كلوريد الألمونيوم. مستر ايه رقم 3 ده؟ رقم 3 ده تكافؤ الألمونيوم. طب ورقم 1 ده تكافؤ الكلور، بس الواحد لا يكتب. يبقى ده الرمز الكيميائي او الصيغه الكيميائيه لكلوريد الألمونيوم. طب ما تيجي نجرب في حاجه تانية. تعال نجرب مثلا في كبريتات ألمونيوم. اهي في مجموعه ذريه. تعال نجرب. رمز الألمونيوم Al. الكبريتات مجموعة ذرية رمزها SO4. ادي SO4. الألمونيوم ثلاثي التكافؤ في المكان ده. الكبريتات ثنائية التكافؤ في المكان ده. تعال نجمع يا حبيبي. الألمونيوم كم واحدة؟ 2. ادي الألمونيوم Al2. الSO4 كم واحدة؟ 3، بس المجموعات الذرية بنعملها بين أقواس SO4 by 3. يبقى كبريتات الألمونيوم Al2 SO4 by 3، La2 SO4 by 3. تعال نجرب كده في مركب تاني. فوسفات الكالسيوم. برافو، فوسفات الكالسيوم. ماشي، تعال نجرب فوسفات الكالسيوم. فين رمز الكالسيوم؟ ادي رمز الكالسيوم. فين رمز الفوسفات؟ ادي رمز الفوسفات BO4. تعال نكتب بقى المعادله، او نكتب قصدي المركب. الكالسيوم ثنائي، بص الكالسيوم ده ثنائي، اجري اكتبه في المكان ده. ادي ثنائي. الفوسفات ده ايه؟ ثلاثي، اجري اكتبه في المكان ده. احنا بنعمل ايه؟ بنبدل التكافؤات بالطريقه القديمه اللي كان اسمها المقص. يلا بينا. الكالسيوم كام واحده؟ 3 Ca3. البي او 4 كام واحده؟ 2 BO4 باي 2. برافو برافو برافو، لو قدامك كنت اداك هديه والله. تعال نجرب في المركب ده. كربونات الكالسيوم. تعال نجرب. الكالسيوم Ca، الكربونات CO3. بص الكالسيوم، بص الكالسيوم، بص الكالسيوم ثنائي، بص الكربونات ثنائي. ايه ده؟ ده ثنائي وده ثنائي؟ اه يا مستر ثنائي وثنائي، طيرهم مع بعض. بص كده، ده ثنائي وده ثنائي، ده على الواحد ده بقي واحد، يبقى الكالسيوم واحده، الCO3 بس كده. يا مستر عملت انت ايه اللي انت عملته ده؟ يا حبيبي ما هي التكافؤات لو نفس الارقام نطيرها. 2 و2 تبقى 1 و1، 3 و3 تبقى 1 و1. مش الدنيا دي ده بتاع التالتة عادي، مش عايز اصدمك.
لو غلطت فيها تبقى غلطت في ثالثه اعدادي. فهمت ده؟ تعالى بقى يا حبيبي نعلمك بعد كده كتابه المعادله بقى ووزنها وكل التفاصيل اللي انت عايزها، بس ده اساس ابدا منه، اطلع معايا بعد كده خطوه بخطوه، مش هلاقيك تايه مني في كتابه المركب. ماشي. على فكره الكلام ده هنزل لك الملزمه بتاعته PDF، الملزمه بتاعت الحاجات دي هنزلها لك PDF. ليه؟ في الصفحه بتاعت الملزمه دي رقم 4، صفحه رقم 4 هتلاقي فيه جدول فيه جميع العناصر الأحادية والثنائية والثلاثية، جميع المجموعات الذرية أحادية ثنائية ثلاثية، جدولين في صفحة رقم 4 في الملزمة، بص عليها PDF. بص كده في وصف الفيديو عندك هتلاقي الملزمة بتاعتك PDF، اتفرج عليها وخد الحاجات دي كاملة متكاملة من الملزمة. ماشي. طب ايه يا مستر بعد كده؟ بعد كده المسائل يا حبيب قلبي، المسائل يا نور عيني دي اللي هتطلع عينك. يبقى نهدى كده ونفهم مع بعض. عشان اقدر اوصل للمسائل بتاعتي بشكل سليم لازم اسمع كلمة المول. واول سؤال، احسب الكتلة المولية. احسب الكتلة المولية. تعرف تحسب الكتلة المولية لجزيء المية H2O إذا علمت أن الهيدروجين يساوي 1، الأكسجين يساوي 16. يعني يا مستر الكتلة المولية؟ الكتلة المولية هي كتلة 1 مول من المادة. ماشي، تعال نحسبها. أدي المية، نفتح أقواس كده. كام ذرة هيدروجين في المية؟ المية H2، يعني عدد ذرات الهيدروجين يساوي 2. في الهيدروجين الواحدة بكام كتلتها؟ ب1، 2 في 1 زائد كام ذرة أكسجين؟ واحدة. في الأكسجين بكام؟ ب16، 1 في 16 يساوي 18 جرام لكل مول. يبقى الكتلة المولية للمية تساوي 18 جرام لكل مول. تعال نجرب تاني ولا كأني قلت حاجة. احسب الكتلة المولية لثاني أكسيد الكربون. إذا علمت أن الكربون يساوي 12، الأكسجين يساوي 16. الكربون يساوي 12، تعال نبدأ. عدد ذرات الكربون واحدة، بص مفيش غيرها، أدي 1. في الكربون بكام؟ بص كده على الجنب هتلاقيني كاتب لك الكربون بكام؟ ب12 زائد الأكسجين بكام؟ 2. الأكسجين كتلته بكام؟ ب16، عدد ذراته في 16 يساوي 44 جرام لكل مول. يبقى الكتلة المولية للمية تساوي نقط ولا تساوي 18 جرام. الكتلة المولية لثاني أكسيد الكربون تساوي 44 جرام. طب تعالوا نشوف اللي بعدها. احسب الكتلة المولية للجلوكوز C6H12O6. إذا علمت أن الكربون يساوي 12، الهيدروجين يساوي 1، الأكسجين يساوي 16. نبدأ كده بالترتيب ونقول يساوي. عدد ذرات الكربون قدام عينك 6، ادي 6. في الكربون بكام؟ ب12 زائد عدد ذرات الهيدروجين 12، الهيدروجين بكام؟ ب1 زائد عدد ذرات الاكسجين بكام؟ ب6، الاكسجين بكام؟ ب16. كل ده يساوي 180 جرام لكل مول. ماشي، برافو، شاطر. احسب الكتلة المولية لفوسفات الكالسيوم BO4/2. إذا علمت أن الكالسيوم يساوي 40، الكربون يساوي 12، الأكسجين يساوي 16. يلا اتفضل احسب لي فوسفات الكالسيوم. نبدأ بالترتيب. عدد ذرات الكالسيوم كام؟ السؤال ده ركز فيه. 3. في الكالسيوم بكام؟ ب40، 3 في 40 زائد عدد ذرات الفوسفور. بص البي كام؟ واحدة. في غيرها الواحدة دي؟ اهي واحدة، مفيش غيرها. بس اوعى تنسى انها لسه هتتضرب في اللي بره. 1 في 2 تبقى بكام؟ ب2. في الفوسفور، لا انا كاتب هنا البي معلش، الفوسفور ب31.
الفوسفور بكام؟ ب31. اقفل كده القوس، زائد اقواس جديده. كام ذره اكسجين دي؟ 4. 4 في كام؟ 4 في 2 ب8. 4 في 2 بكام؟ ب8. والله في بنت ضربت لي 4 في 2 قالت ب6، وفي الاخر تقول لي مستر السؤال غلط. انا ايه اللي حصل؟ ابص في الورقه الاقي 4 في 2 ب6. يخرب بيتك، ايه 4 في 2 ب6 دي؟ فين وفي الاخر ممكن تلاقيها مثلا علم رياضه. علم رياضه وبتقول لي 4 في 2 ب6. مش فاهمه. ولما اقول لها يا بنت 4 في 2 ب6 ازاي؟ تقول لي فين الغلط؟ فين الغلط؟ ما 4 في 2 بكام يعني؟ لا 4 في 2 ب6 انا اللي غلط، انا ما بفهمش، انا غلطان اني سالتك. 4 في 2 بكام يالا؟ افتح على حاسبه. ب8. 8 الاكسجين بكام؟ ب16. يبقى 8 في 16 كل ده بيساوي 310 جرام لكل مول. دي اسمها الكتلة المولية. الكتلة المولية. برافو عليك. يبقى خلي بالك اي حاجة جوه الاقواس دي تتضرب في القوس. يعني القوس ده مكتوب تحته 2، اضرب كل اللي جوه في 2. البي 1 في 2، الاكسجين 4 في 2. اي حاجة جوه الاقواس اضرب في كام؟ اضرب في 2 عشان تحسب الكتلة المولية. عايز اعرف المثلث بتاع الكتلة المولية. بص كده معايا، مثلث الكتلة. عندي مثلث كان شكله كده. الكتلة تساوي عدد المولات في الكتلة المولية. دي اسمها الكتلة. الكتلة تساوي عدد المولات في الكتلة المولية. لو عايز عدد المولات تبقى الكتلة على الكتلة المولية. اللي انت عايزه خبيه، ظهر القانون. يالا انت لسه هتفكر. اللي انت عايزه خبيه، ظهر القانون. خلي بالك ان الكتلة بتتقاس بالجرام. الكتلة المولية جرام لكل مول. عدد المولات بالمول. تعالى كده نسأل في النقط دي. لو جيت قلت لك دلوقتي احسب لي كده مسألة، احسب عدد المولات في، احسب عدد المولات في 22 جرام من ثاني أكسيد الكربون، إذا علمت أن الكربون يساوي 12، الأكسجين يساوي 16. يجيلك السؤال يقول لك كده، ماشي اتفضل يا حبيبي تعال نجاوب السؤال. احسب عدد المولات. روح على المثلث خبي لي عدد المولات. هتلاقي القانون بيقول الكتلة على الكتلة المولية. مستر الكتلة في المسألة بكام جرام؟ 22 جرام. حلو، يلا حل. ودي اكتب عدد المولات يساوي الكتلة على الكتلة المولية. فين الكتلة المولية؟ لا والله بجد، فين الكتلة المولية في المسألة؟ يعني بجد أنا عايز أفهم فين الكتلة المولية؟ أنت اللي كتبت القانون ورحت تجاوب، فين الكتلة المولية؟ مش أنت علمتك في الصفحة اللي قبلها إزاي تحسب الكتلة المولية؟ تعال. أول حاجة نعملها، نبدأ الكتلة المولية تساوي، يلا نبدأ. كم كربونة؟ واحدة في 12، ادي 1 كربون والكربون ب 12، زائد كم اكسجين؟ 2، ادي 2. الاكسجين بكام؟ ب 16. كل ده بيساوي 44 جرام لكل مول. دي اسمها الكتلة المولية. حسبت الكتلة المولية، ادخل بقى احسب لي عدد المولات تساوي الكتلة على الكتلة المولية. تعال نعوض. الكتلة في المسألة بكام جرام؟ ب 22 جرام. يجي واحد شمبانزي، كائن شمبانزي صغير كده لسه بيبدأ، عيل صغير قد كده، شمبانزي ما بيفهمش لسه، يقول لي وانت ايه عرفك ان الكتلة ب 22 جرام؟ طب ما هي جرام. 22 جرام. جرام، والجرام هو وحدة قياس مين؟ وحدة قياس الكتلة. يبقى 22 جرام. ادي يا سيدي 22 جرام على الكتلة المولية. الكتلة المولية بكام؟ ب 44 جرام. 22 على 44 يبقى نص. طب انت بتحسب مين؟ عدد المولات، يبقى نص ايه؟ مول. برافو عليك، شاطر، برافو عليك. نص مول بس، السؤال خلص، شكرا باي باي. هي دي الاساسيات، من غيرها ابني معاك ازاي انا بعد كده. تعال نكتب سؤال تاني. احسب
عدد المولات في، او اقول لك على حاجه، لا يا عم مش هنقول عدد المولات، تعالى نكتب حاجه تانية، نغير القانون، نكتب احسب الكتله. ليه احسب عدد المولات؟ احسب الكتله. ماشي، احسب كتله. ماشي، احسب كتله 2 مول من كربونات الكالسيوم اللي رمزها CaCO3، إذا علمت أن الكالسيوم يساوي 40، الكربون 12، الأكسجين 16. يلا اتفضل حل السؤال. احسب إيه؟ كتلة. خبي لي كده الكلمة دي، خبي الكتلة دي، خبيها كده. عدد المولات في الكتلة المولية. عدد المولات في المسألة 2 مول. فين الكتلة المولية؟ تقول لي هجمعها أنا وبعدين أجاوب، أنا خلاص فهمت. تعال نحسب. الكتلة المولية تساوي، نبدأ. أدي واحدة كالسيوم بكام؟ 40 يا مستر، زائد واحدة كربون بكام؟ ب 12 يا مستر، زائد كام أكسجين؟ 3 يا مستر. الأكسجين بكام؟ ب 16 يا مستر، يبقى 3 في 16. قال لي حاسبة يا حبيب قلبي، تساوي 100 جرام لكل مول. دي مين دي؟ دي مين دي يلا؟ الكتلة المولية. الكتلة المولية. هو عايز يحسب مين؟ الكتلة. نكتب القانون، ارجع للمثلث. الكتلة تساوي عدد المولات في الكتلة المولية. عدد المولات في المسألة يساوي كم مول؟ 2 مول في الكتلة المولية. فين الكتلة المولية؟ حسبناها بكام؟ ب 100 جرام. 2 في كام؟ 2 في 100 تساوي 200 جرام. يبقى احسب كتلة 2 مول من كربونات الكالسيوم. حسبت الكتلة المولية طلعت 100 جرام، ضربتها في 2 بقت 200 جرام. لو عندي سؤال أ ب ج د اختار ال 200 جرام. خلي بالك الكلام ده بتاع اولى ثانوي، سواء في الكيمياء حتى في العلوم المتكامله، كان كلمه المول دي موجوده في العلوم المتكامله، عشان برضه تبقى واخد بالك لو انت ثانيه ثانوي، ولو انت ثالثه ثانوي الكلام ده كان موجود في اولى. مطالبين بيه، دي اساسيات الكيمياء أ ب في الكيمياء. يبقى ده كده مثلث الكتله والكتله الموليه. عندي كام قانون؟ عندي 2. اول قانون من المثلث، عدد المولات يساوي الكتله على الكتله الموليه، ثم الكتلة تساوي عدد المولات في الكتلة المولية. هي دي القوانين. كده انتهى الفكرة بتاعة المسائل. طبعا في حاجات تانية، أكيد مش ده كل التأسيس اللي أنا عايزه، ولكن ده التأسيس اللي ينفع مع طالب أولى ثانوي وتانية ثانوي. مع الطالب اللي كان في اولى وداخل تانية، يعني هو اللي كان مع تانية وداخل تالتة. لو انت طالب داخل تانية ثانوي ده ممتاز جدا، تانية ثانوي او تالتة ثانوي، اسمع الكورس ده افرمه. طب لو انت طالب داخل تالتة ثانوي، الكورس ده ممتاز جدا، بس في حاجات تانية احنا بنزودها اثناء الشرح. زي مثلا مين؟ لو انت داخل تالتة ثانوي، زي التوزيع الالكتروني ارجون 18 4 اس 3 دي، زي الجدول الدوري، زي الاكسده والاختزال. الحاجات دي مهمه في تالتة. بس لو انت داخل ثالثه ثانوي، انا بفضل ان اشرح الكلام ده اثناء الحصه نفسها. ليه؟ لو انا محتاج دي تراكمي اشرحها النهارده وندخل في المنهج، اشرح دي وادخل في المنهج، افكرك بالتراكمي في الحصه. مش هرمي لك فيديو في اول السنه واقول لك اتفرج عليه، ما انت هتنساه. فانا بديك الحاجات الاساسيه قوي اللي تنفع مع اي طالب داخل كيمياء، ثم الاساسيات المهمه في كل درس انا بشرحها قبل بدايه كل حصه، سواء في ثالثه او في ثانيه. ولكن دي الاساسيات اللي من غيرها ما تجينيش في الكيمياء. حول في الكيمياء، شوف لك مدرس تاني في الكيمياء لو الاساسيات دي مش موجوده لسه عندك، لانه دي تنفع مع طالب ثانيه وطالب ثالثه ثانوي. انتهى الكورس التاسيسي. أتمنى إنك تاخد كل كلمة فيه تفرمه. ما تنساش الملازم موجودة في وصف الفيديو. في عندك ملزمتين PDF، كل واحدة حاجة. المسائل لها ملزمة، النظري ليه ملزمة. دول ملزمتين PDF هيكونوا موجودين في وصف الفيديو. في ملزمة رقم 3 أو هنزل لك أسئلة فيها أسئلة في ملزمة رقم 3، عبارة عن شوية أسئلة تجرب إيدك في الملزمة دي.
عايزك تحل اسئله، عايزك تشوف انا عملت ايه في التاسيس ده. فهينزل لك شويه اسئله برضه في ملزمه، نزلها PDF عندك، حل الملزمه بتاعتك وشوف اجاباتك، وانا ان شاء الله انزل لك الاجابات اللي انت عايزها. الى اللقاء، نتقابل ان شاء الله في اول حصه في المنهج، سواء كنت في ثانيه ثانوي او في ثالثه ثانوي. يلا الى اللقاء، نتقابل ان شاء الله في الحصه الاولى في المنهج.